السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي ومستمعي لايف يوتيوب في كل مكان. تفاصيل الاجتماع السري بين الخطيب وترب وعبد الحفيظ. ما القصة؟ عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة اجتماعا هاما مع الدنماركي تروب المدير الفني للفريق بحضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والنائب المشرف العام على فريق الكرة. اتفق تروب مع الخطيب وعبد الحفيظ على صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم الاستقرار على التعاقد مع 4 لاعبين، أحدهما مدافع وآخر ظهير أيسر بالإضافة للاعب خط وسط ومهاجم أجنبي. واشترط تروب أن يكون المدافع والظهير الأيسر والمهاجم أجانب. وافق على التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت من الدوري المصري. وجاءت طلبات تروب لتصديم الخطيب وعبد الحفيظ بعدما كانوا يفكران في التعاقد مع مهاجم أجنبي فقط وظهير أيسر ومدافع محلي مع التعاقد مع حامد حمدان. ويتابع الأهلي بطولة الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب لاختيار مدافع أفريقي بمواصفات خاصة والاستقرار على التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجيت ويوسف بالعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي، مع ترشيح عدة سير ذاتية لمهاجمين أجانب يختار منهم تروب بعد صرف النظر عن التعاقد مع الأردني يزن النعامات عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في البطولة العربية. فهل ينجح الأهلي في الوفاء بطلبات تروب؟ دعونا نرى.